تم استضافة أحد أعضاء هذه الحركة ولا هذا الحزب، فقال أيوة هو ده، بس أنتم مش فاهمين، ده نحن نتحدث عن الإسقاط المعنوي. قلت له إسقاط معنوي؟ يعني إيه إسقاط معنوي لجيش مصر؟ يعني إيه إسقاط معنوي للقلب الصلب لمصر كما تسميه؟ أستاذ إبراهيم، لقد تم إهانة وإسقاط هيبة الداخلية المصرية، ثم تم التشكيك، اغتالوا الأمن المصري، نعم. اغتالوا الداخلية، تم التشكيك في القضاء المصري. الآن يتم استفزاز الجيش المصري، القوات المسلحة المصرية، وأنا لدي شرائط فيديو لهذه المحاولات التي لا يمكن وصفها إلا بالقذارة لاستفزاز القوات المسلحة المصرية عشان ترد عن نفسها. خصوصا من هم القوات المسلحة؟ ده اخواتنا واولادنا واللي جايين من الفلاحين واللي جايين من اقصى الصعيد، ناس جايه بتؤدي الخدمة الوطنية، وانا بستفزهم واعمل لهم حركات وابعت لهم بنات وهكذا لمجرد انهم يردوا، فيقوم تبقى جاهزة كاميرات للتصوير. هذا موجود. لكن الشيء الاعجب انه بعد استفزاز هم دي الخطوه، ان انا استفدت الجيش، فالجيش يضرب في الناس، فنصور، فتعالوا فتقوم السيده هيلاري كلينتون لتقول ما فعله الجيش المصري فضيحه. ما قالتش ان هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لا، ده بتقول الجيش المصري. أيوة. الله، ده الجيش المصري، الجيش المصري يعني تمرمط. الجيش اللي هيحارب بعد هذا. الان المحاوله هي اسقاط هيبة جهاز المخابرات العامة المصري. عندما اعلن جهاز المخابرات المصرية انه هو تم اكتشاف جاسوس اسمه جرابيل في ميدان التحرير، خرج علينا مجموعة من اعلامي العصر الرديء لكي يقولوا في جاسوس يبقى متصور باللبس العسكري، في جاسوس يعلن عن نفسه. كانت محاولة للسخرية الشديدة من جهاز المخابرات العامة المصرية. صحيح. بعدها ب3 أشهر قالت إسرائيل نعم إنه جاسوسنا، ودفعت 25، قدمت لنا 25 من المساجين المصريين اللي كانوا ممسوكين مقابل الحصول على رأس السيد جرابيل. لم يخرج أحد من الذين سخروا من المخابرات العامة المصرية صاحبة التاريخ الناصع والمشرف الذي قدمت الكثير من أجل مصر وقول لهم آسف، أعتذر، لقد أخطأت في حقكم. اليوم عندما تعلن المخابرات المصرية أنها رصدت بالفعل اتصالات بين قوى خارجية وقوى داخلية في مصر، وهذه الاتصالات تستهدف إحراق مصر وضرب مصر، يوم 25 لا يزالون يتحدثون بسخرية. إن المطلوب هو إسقاط هيبة الدولة المصرية من أجل شيء لا يمكن أن يكون مصلحة مصر ولا مصلحة أي مواطن مصري ولا مصلحة أي مصري على وجه الإطلاق. أنا يعني لم أكن أريد أن أتخيل أن هناك من يدفع مصر إلى هذه المرحلة من المواجهات والحرائق وهكذا، وأن يكون على دراية. لكني بكل أسف وجدت كثيرين على دراية لأنهم يقبضون. أستاذ إبراهيم، في 4 فبراير عندما أرسل الإنجليز حريق القاهرة، أرسل الإنجليز الدبابات البريطانية لكي تحاصر قصر عابدين، مطالبين الملك بضرورة تعيين الزعيم مصطفى النحاس رئيسا للوزراء. كان الموجودون في قصر عابدين منهم عدد كبير من الأحزاب المعارضة بشدة للملك والرافضة للملك بشدة، فكلهم أعلنوا أنهم يقفون إلى جوار الملك ويرفضون هذا التدخل السافر من بريطانيا العظمى. لكن عندما صدرت التصريحات بعد 3 ساعات من المباغتة، لا المداهمة، المباغتة التي قام بها قضاة التحقيق وأعضاء النيابة ورؤساء النيابة لبعض المنظمات غير المرخصة التي
تحصل على أموال دون إبلاغ الحكومة المصرية. خرجت السيدة كونداليزا لكي تهاجم، وخرج الألمان لكي يهاجموا، والفرنسيين يهاجموا، ووصل إلى السيد بانيتا وزير الدفاع الأمريكي الذي أجرى اتصالاته بالقوات المسلحة المصرية لكي يعرب عن امتعاضه. ما هذا الذي فعله؟ يمتعض ولا تفسخ يا عم؟ كويس. استناني بس، عايز أقرأ لك رساله جايه دلوقتي على الفيسبوك. واحد اسمه، هو اسمه الكوني، ما اعرفش اسمه كده ولا لا، بيقول احمد محمود عواد، بيقول انا كنت بحبك بس مش عارف ليه حاسس انك بقيت من الفلول وكلامك ما عادش موزون. عايز اقول لك يا احمد، اذا كنت بقول كلمه حق في وقت فارق، هذا الوقت الذي تمر به مصر وقت فارق، واللي عنده كلمه حق وما قالوهاش ده هيبقى شيطان اخرس، ربنا يعني هيحاسبه حساب عسير جدا. سهل جدا انك تركب الموضه، وسهل جدا ان اي واحد يزايد، وسهل جدا ان اي واحد يتملق الكلام اللي بيتقال ده، انما انا كيف اسمع كلام عن واحد بيتكلم بيقول لك انا عايز اسقط الدوله، ولا اتكلم واقول ان ده كلام مش محترم وكلام مش مظبوط. كيف اسمع كلام واحد بيقول لك احنا عايزين نسقط الجيش المصري. انت عارف يعني ايه يا اخ احمد اسقاط الجيش المصري؟ معناها ولا 100 سنه يبقى عندك جيش. زي انت كده الداخليه مش هترجع ولا 10 سنين. فاهم يعني ايه يرجع هذا الكلام؟ اذا كنت انا واحد من اللي فاهم واللي عارف واللي عشت واللي كان ليا شرف، وده شرف لاي حد ان انا اكون في الجيش المصري في فتره، في اعظم فتره في تاريخ مصر اللي هي فتره 73. اذا كنت انا عارف ان هذا اسقاط جيش مصر يعني ما فيش مصر بعد كده. تسقط الجيش المصري يبقى ما فيش دوله. علشان تبني يقول لك احنا عايزين نبني نظام على انقاض. ليه؟ انقاض ليه؟ وبعدين الحكايه تقول لك اصل الجيش اللي متفق مع اليهود. اذا كنت يا اخ احمد انك انت مش هتحبني، انا يا سيدي متشكر جدا، ويوم من الايام هتعرف الحقيقه. مش مهم ابدا، ما في ناس كتير بتزايد وعماله تقول كلام كتير، وفي ناس بتتملقها وفي ناس كتير بيتملقوا اللي بيزايدوا وبيقولوا شعارات. انما في الاول وفي الاخر هتروح فين من ربنا، وهتروح فين من ضميرك، وهتروح فين من انك انت ما قلتش كلمه حق مظبوطه. ازاي انا هصبح الصبحيه واشوف خلقتي في المرايه واحترم نفسي لو انا شايف ان ده غلط ما اقولش ده غلط؟ مش هياخد الروح اللي خلقها يا احمد. لا هتقول لي تحرير، ولا تقول لي لزغلي، ولا تقول لي عفريت ازرق. مش هياخد الروح اللي خلقها. ولو كل واحد في الفتره دي ما قالش كلمه حق هنرجع نندم على ده. وربنا يحمي مصر، ربنا يحمي مصر، ربنا يحمي مصر. اطلعي يا ست النظره فاصل.